من ألذ وصفات الحلة الواحدة اللي عملتها، مناسبة جدًا ومثالية للمستعجلين، وكمان لو في عزومة ومحتارين تعملوا إيه، حاجة كده بين الكبسة والمندي، بس في الآخر نتيجتها رهيبة. تعالوا أقول لكم عملتها إزاي. أول حاجة في حلة واسعة على النار حطيت فيها كمية كويسة من الزيت، وبعد ما سخن شوحت فيها بصلتين مفرومين ناعم، وخليتهم على النار لغاية لما دبلوا ومالوا كده اللون الأصفر شوية، مش عايزاهم يتحرقوا بس ياخدوا لون كده ويتبلوا. بعد كده ضفت عليهم جزراية واحدة بس مبشورة أو مضروبة في الكبة، وطماطميتين مضروبين برضو في الكبة أو مبشورين من غير القشر، وقلبت كل الحاجات دي مع بعض لغاية لما كله دبل كده وبدأ إن هو يستوي. هنضيف التوابل على مرتين. أول حاجة التوابل الصحيحة عبارة عن قرفة، ورق لورا، حبهان، وقرنفل، وشوية من الفلفل الأسود الحصى، وضفت كمان معاهم مكعب من المرقة، وقلبت كل ده كويس لغاية لما كل الروايح كده طلعت. بعد كده ابتديت إن أنا أحط التوابل بقى اللي هي الباودر، عبارة عن ملح وفلفل أسود وكاري وكركم بصل باودر وشوية من البابريكا، وقلبت كل ده مع بعض كويس وخليتهم على النار لغاية لما كل الحاجات دي كده بقبقت وابتدت إن هي تستوي. بالنسبة للفراخ اللي استخدمتها كانت وراك، ممكن تستخدموا فرخة كاملة عادي وتقطعوها 4 حتت أو 8. حطيتها الأول على الناحية اللي عليها الجلد عشان تاخد صدمة، وكمان عشان تاخد لون حلو. بعد ما خدت صدمة كده قلبتها كمان على الناحية التانية عشان تاخد نفس اللون برضو. وهنا كانت النار عالية، أنا مش عايزة أي مية تنزل من الفراخ خالص عشان تكون جوسي من جوه. وبعد ما خدت لون من ناحيتين ضفت عليها مية مغلية، أنا بس عايزة فراخ تتغطى، مش عايزة أحط مية كتير، وخليتها تستوي تماما. أثناء ما هي بتستوي جهزت صوص الدقوس، عبارة عن طماطم وفلفل وكزبرة وتلات أربع فصوص من التوم، ضربتهم كويس في الكبة وضفت عليهم ملح وفلفل أسود وكمون، وبكده هيكون معاكوا أحلى سلطة دقوس جاهزة معاكوا لأي حاجة. وهنا بقى بعد ما الفراخ استوت خرجتها من الشوربة دي في صينية وهدخلها تحت الشواية تاخد لون، هي بس خلاص كده استوت، محتاجة تاخد لون بس من الجلد. وكل الشوربة بقى اللي سوينا فيها الفراخ دي بكل التوابل اللي عليها ضفت عليها بقى الرز البسمتي المغسول والمتصفي، ولكم أن تتخيلوا إزاي الرز ده هيطلع طعمه خطير من الفراخ والتوابل اللي حطيناها. حسيت إنه محتاج كمان شوية من المية وزودتها مية مغلية، قلبتهم مع بعض بقى وظبطت الملح كده، لو محتاج شوية ملح كمان ممكن نزوده، سيبته يستوي على النار بالطريقة العادية خالص اللي نسوي بيها الرز. وهنا بقى بعد ما استوى زي ما انتم شايفين مفلفل وبيلمع وطعمه وريحته خطير واخد من لون الكركم، احلى من اللي بيتاكل في اي مطعم جربتوه فيه. وبالنسبه للفراخ بعد ما طلعت من تحت الشوايه واخده كراست كده ولون من بره خطير. وممكن كمان حاجه اختياريه انكم تولعوا فحم وتحطوها مع الفراخ تاخد كمان طعم شوي على الفحم. شكلها وريحتها ولونها خطير، هتنفعكم لو مستعجلين او لو عندكم عزومه. متاكده انها تعجبكم، لازم تجربوها بطريقتي وانجوي.